السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 19 أكتوبر. 19 أكتوبر بالنسبة لي هو عيد ميلادي، ولكن الحاجة المميزة في هذه السنة بالنسبة لي المسيرة الكبيرة اللي كانت في العاصمة للقضية الفلسطينية من أجل غزة. مسيرة رائعة، كانت مسيرة مليونية، مسيرة مذهلة شارك فيها كل الشعب الجزائري. ولكن السؤال اللي كان يتكرر في لي ريزو سوسيو بالذات اللي كانوا يتسألوا بزاف هما سمك الشبوط. سمك الشبوط والذباب الإلكتروني بوسبير كانوا يقولوا باللي المسيرة جات متأخرة والجزائريين فاقوا متأخرين، والمسيرة كانت تحت الحراسة تاع المخابرات، والكلام لكن اللي راه يكرر فيه ويقول فيه الذباب الإلكتروني نتاع بوسبير. طيب، حبيت نقول لهم حاجة. أولا، الجزائر لم تتأخر، المسيرة ليست متأخرة، المسيرة جت في توقيتها. كل ما في الأمر أننا يا بهايم يا زوايل يا بل قلنا لكم فيما سبق أننا أصلا مناش محتاجين مسيرة، لأنه النظام نتاعنا ماهوش مطبع. النظام نتاعنا نظام معادي للكيان الصهيوني منذ البداية، هذا كلام اتفقنا عليه. فبالتالي الشعب والدولة رانا متفاهمين، الشعب والحكومة رانا متفقين تماما بأنه ما كانش تطبيع وما كانش صداقة مع الكيان الصهيوني اللي النظام نتاعكم هو صديق ليه. نظامكم انتم يا المراركة صديق وعميل للكيان الصهيوني، احنا النظام تاعنا لا. انتم كي ديروا مسيرة تطالبوا النظام تاعكم بعدم التطبيع شغلكم، ولازم يكون مبكر. أما أننا احنا نضامنوا مباشرة بعد المجزرة اللي وقعت في حق أهلنا في غزة، فهذا هو توقيتها، هذا هو التوقيت تاعها. وشيء آخر، احنا بلد عرف حراك، احنا بلد عرف حراك وعرف تغيير للنظام، ماشي كما البلد نتاعكم اللي بقى مياه راكدة وانتم سمك الشبوط تسبحون في تلك المياه العكرة والراكدة منذ عقود. احنا النظام تاعنا تغير وقعدنا حراك، فبالتالي عندنا خبرة وعندنا اكسبيريونس في حماية مسيرات مليونية اللي انتم المسيرة نتاعكم ما تجيش في ربع المسيرة تاع الجزائر اليوم. كان لازم يكون تحضير للشوارع، تحضير أمني، حماية الناس، لأننا احنا ما نقدروش نديروا فيكم الأمان. انتم يا كلاب بوسبير قادرين تبعثوا مجرمين، تبعثوا خونة، تبعثوا مرتزقات، ديروا أي شيء باش تخلطوا المسيرة. فكان لازم استحضار كل ما تمتلكه الدولة من إمكانيات لحماية وأمن الناس اللي دارت المسيرة داعمة لفلسطين. انتم خونة وحرك. حتى في مسيراتكم الشعارات التي رفعت أنكم تطالبوا بمغربية الصحراء، تقولوا للفلسطينيين لازم تعترفوا بمغربية الصحراء، يعني كأنكم تشترطون تضامنكم باعترافهم بمغرب. هذا الشيء معروف عليكم، انتم ما راه اعترف لكم الكيان الصهيوني اللي راه يقتل الآن، القاتل، الكيان القاتل المجرم السفاح، راه معترف لكم هو الآن بمغربية الصحراء. فبالتالي مسيرتنا ما جاتش متأخرة، مسيرتنا جات في وقتها بالضبط، وتم الإعداد لها والتحضير لها لحماية الجماهير وحماية الناس من أي طارئ ممكن يوقع، لأننا كما قلت لكم نتوقع منكم كل شيء. أنتم عندكم عملاء وعندكم أذناب هنا في الجزائر الداخل، عندنا ثاني جالية ما ناش دايرين فيها الثقة. المقيمين المراركة اللي راهم موجودين في الجزائر ما راناش دايرين فيهم الثقة، ممكن يديروا أي شيء، طابور خامس، ورانا ننظر لهم شعبا وحكومة على أنهم طابور خامس. فبالتالي لازم يكون تحضير المسيرة كما هذه، مسيرة مليونية الحمد لله شاركنا فيها بكل فخر واعتزاز، وننتظر إن شاء الله أنه مصر اليوم راه دار البرلمان، دار قانون تاع الحرب، ممكن السيسي يدخل في حرب، ممكن مصر تدخل في حرب مع الكيان الصهيوني. كي تدخل تشوفوا الأداء تاع الجزائر وتشوفوا أن الجزائر من بكري أفعال لا أقوال، يا القريصات يا الشواذ يا الخنث يا أخبث وأوسخ ما خلق الله من شعوب على الأرض. سلام.